بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة 30 من شهر ذي الحجة من عام 1435 من الهجرة النبوية، نجتمع في استراحة للنائب محمد الجبري أبو عبد العزيز وعائلة الجبري جزاهم الله خيرا، وبحقيقة زيارة المشايخ لنا من المدينة، فضيلة شيخنا الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي، وكذلك شيخنا الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، وبوجود عدد من مشايخنا وطلاب العلم من أمثال شيخنا الشيخ فلاح بن إسماعيل من دكار، والدكتور عبد العزيز بن ندى العتيبي، وغيرهم من المشايخ الفضلاء. نقتنص حقيقة هذه الفرصة وهذه دعوة العشاء التي أقامها النائب على شرف المشايخ جزاه الله خيرا. نقتنص هذه الفرصة ليحصل كلمة توجيهية للحضور، وهو عدد كبير ولله الحمد، فهي فرصة حقيقة لوجود المشايخ لكي يفيدوا ويستفيد الحضور من كلمات المشايخ وتوجيهاتهم في حقيقة ظل هذه الفتن التي تموج في البلدان الإسلامية وغيرها. فكان من المناسب جدا أن نستفيد من مشايخنا، ونبدأ بفضيلة شيخنا الشيخ الدكتور صالح السحيمي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبناء على ما الإشارة التي قالها أخي فضيلة الشيخ الدكتور حمد باغتنام الفرصة لتوجيه الإخوة، وهم ليسوا بحاجة إلى توجيه، وإنما لتذكير الإخوة بواجبنا تجاه هذه الفتن التي تموج موج البحر. ولعلي أقتصر على كلام مختصر نفيس للتابعي الجليل يتعلق بهذه الفتن. التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى، جاءه أناس فقالوا: أيها الشيخ، لقد ظهرت قبلنا فتن، فما المخرج منها؟ فقال رحمه الله: المخرج منها تقوى الله عز وجل. فقالوا له: صف لنا التقوى. فلخص ذلك في جملتين مستنبطتين من هدي مما فهمه من القرآن والسنة. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذا الكلام مستند إلى توجيهات كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن المعتصم والملتجأ والحصن الحصين الذي يحمي من هذه الفتن وعدم الولوج فيها هو تقوى الله. هذه الكلمة الشاملة العامة التي فيها حياة القلوب وبها
تفرج الكروب. يقول الله سبحانه، وهي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، كما قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وفي مجال بيان كونها مخرجا من هذه الفتن يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. في الآية الأخرى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالتقوى سبب كل خير. ولذلك أذكر محاضرة بهذا العنوان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز سنة 90 و300 وألف ونحن في الكلية، بعنوان التقوى سبب كل خير. فحقيقة التقوى التي هي امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه هي الطريق الصحيح، بل الطريق الوحيد للمخرج من الفتن. ولكن هذه التقوى لا تتحقق إلا بما بينه الله عز وجل في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صفة أهل التقوى هي هذه الصفات الأربع: العلم والعمل والدعوة إلى هذا العلم لإخراج الناس من هذه الفتن والحيلولة بينهم وبينها، ثم أخيرا الصبر على ما تلاقيه من أذى في سبيل ذلك. العلم المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج سلفنا الصالح. ثم التطبيق لهذا العلم وهو العمل المبني على أصلين: إخلاص العمل لله وحده والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم الدعوة إلى هذا العلم بحسب ما عرفته بعد أن تتقنه وتعرفه، تعرف ما تدعو إليه. لأن البعض من الناس يأخذ جانبا، فمثلا يأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا بلغوا عني ولو آية، دون أن يأخذ في الاعتبار الحديث الآخر: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. فهذا العلم لا بد أن يكون مؤصلا، ولا بد أن يتلقى على أيدي العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولا بد من أداء زكاة هذا العلم بتبليغه للناس بعد أن نعيه ونفهمه. ثم التطبيق لهذا العلم وهو العمل به، لأن العمل هو ثمرة العلم وهو فائدته، وهو الذي يكون العلم من أجله. العلم أساس العمل لكنه قبله. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لذلك عقد الإمام البخاري رحمه الله الباب الذي تعرفون: باب العلم قبل ماذا؟ قبل القول والعمل. ثم بعد أن نعمل بهذا العلم وفق توجيهات ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ليعلم كل من تفقه في دين الله أن الله قد حمله أمانة عظيمة، وهي تبليغ هذا العمل ودعوة الناس إليه، وهي أشرف وظيفة على وجه الأرض.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولكن بعد أن يعبد الله على بصيرة فيدعو على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم الصبر، فإن من يتصدى لهذا الأمر سيجد معارضة، سيجد أذى. الصبر مع الحلم، مع الرفق، مع التؤدة، مع الطمأنينة، مع الهدوء، مع الحكمة، سوف يؤتي ثماره بإذن الله. ولذلك فإن الصبر نصف الإيمان، كما ذكر العلماء الإيمان نصفان، الإيمان نصفان، نصفه صبر ونصفه شكر. من هنا ذكر الله الصبر في القرآن في أكثر من 90 موضعا. فللخروج من هذه الفتن يجب أن نتكاتف على تحقيق هذه الأمور: العلم والعمل والدعوة إلى هذا العلم والصبر على الأذى فيه وفق منهج مدروس مستمد من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وربط الأجيال والناشئة بذلك قبل أن يختطفوا من أيدينا، وقد اختطف منهم من اختطف. وهذا راجع إلى أمور كثيرة، على رأسها تقصيرنا نحن طلبة العلم في هذا الباب، وعدم قيامنا أو تقصيرنا في عدم القيام بهذا الواجب المهم من أجل حماية الجيل والناشئة من تلك التيارات التي تتخطفهم من هنا وهناك، سواء أصحاب التيارات التي تنتهج منهج التفريط أو على العكس منها التي تنتهج منهج الإفراط. وهذا يتطلب جهودا يعني مكثفة من طلاب العلم خاصة والمسلمين عامة للقيام بهذه المسؤولية، وهي أمانة في أعناقنا، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وجزا الله مضيفنا سعادة الأستاذ النائب محمد الجبري وفقه الله تعالى وإخوانا على هذا اللقاء الذي أسأل الله أن يثقل به موازين حسناتهم وحسناتنا جميعا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور صالح بن سعد السحيمي وفقه الله، المدرس بالمسجد النبوي والأستاذ في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، على هذا النصح والإرشاد. وننقل الكلمة الآن إلى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي، الأستاذ بالجامعة الإسلامية والمدرس أيضا بالمسجد النبوي الشريف، ليلقي أيضا كلمة حول هذا الموضوع وحسب ما يراه الشيخ، يعني لا نلزم الشيخ بأمر معين، فيما يراه مناسبا فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مما يسر القلب أن نرى هذه الوجوه الطيبة المباركة، نرى هؤلاء المشايخ العلماء
في دولة الكويت ونرى طلاب العلم ونرى الفضلاء الذين يعملون بالفضل والخير، وإن وجود أمثال هؤلاء ليبشر بالخير، فإن الأمة لا تزال بخير ما وجد فيها العلماء الناصحون الربانيون الأبرار، وما طلب فيها العلم، وما أقبل طلاب العلم على الاستزادة منه، ولا تزال بخير ما دام أن الأفاضل يكرم بعضهم بعضا. فأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الوجوه، وأن يبارك في هذا البلد الطيب دولة الكويت، وأن يزيدها أمنا وخيرا وبركة، ويكفيها شر الأشرار وكيد الفجار، ويدفع عنها السوء، ولا يسمعنا فيها إلا خيرا. ثم إنني لست أدري ما أقول،